هنا بغداد العاصمة العراقية، وفي هذا المكان تحديدا يمكنك أن تستنشق عبق الحضارة العباسية، لأنك في شارع المتنبي. وما أدراك ما المتنبي؟ شاعر العرب وفارس الكلمة وحروف القافية. أليس هو من غادر مصر في أول أيام عيد الأضحى عام 350 هجرية بعد أن فر هاربا من بطش كافور الإخشيدي بطريقة ذكية، فهجاه المتنبي انتقاما بأبيات قاسية لا يزال صداها يتردد حتى اليوم في مختلف المجالس الأدبية، ليواصل أبو الطيب المتنبي رحلته الشاقة والمضنية، وزاده الحضور والبلاغة والتلقائية بعدما ألقى وهو في طريقه صوب مسقط رأسه مدينة الكوفة العراقية قصيدة ألا كل ماشية الخيزلاء الملحمية، والتي تعد واحدة من روائع المتنبي الشعرية، وهذه بعض من أبياتها المعبرة والراقية. وأمست تخيرنا بالنقاء بوادي المياه ووادي القرى، وقلنا لها أين أرض العراق؟ فقالت ونحن بتربانها، فلما أنخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. هكذا هو المتنبي، شاعر عبقري ثائر، ولو تحول الشعر إلى شاعر لأطلق عنانه للمشاعر، وهو يطوف المدن والمداشر كي يلقي في حقه القصائد والخواطر. ومن أراد أن يتحدى تاريخ المتنبي فما عليه إلا أن يغامر.